بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ بحبكم في الله، وحشتوني قوي. جايه بقى بفكره فيديو النهارده عظيم كده. وايه، احنا زي ما احنا بنقول هنعملها مش هنشتريها. طبعا عندنا الفراخ المشويه، كله ايه بيحب الفراخ المشويه. احنا نعملها في البيت ومش هنشتريها جاهزه. خلاص. عندك فرخه، عندك وراك، عندك جوانح، عندك صدر فرخه. ممكن تمشي معاها كل حاجه. خلاص. احنا معانا النهارده ايه؟ فرخه كامله كده هنعملها كلها. ما اقولكوش بقى على الطعم والريحه، تحفه. لا تقولي لي بقى فراخ مشويه من بره ولا مطاعم ولا حاجه. احنا هنعملها في البيت بابسط طريقه وسهله، في الفرن بتاعنا، لا فحم ولا اي حاجه. يلا نخش على الفيديو بتاعنا ونشوف مكوناتنا ايه. كلها من البيت، مش هنشتري حاجه من بره ولا اي حاجه. تمام. بصوا الجمال، بصوا التحفه. يلا. معايا كده بصلتين حلقات، معايا شويه فلفل، ده مش الوان، ده اخضر بس قلب على احمر. خلاص. ودي معانا طماطمتين تلاتة كده، عشان احنا عايزين نعمل صوص ممكن نحط منه على الرز او المكرونه، او ممكن ناكله بعيش. هنفرده كده في قاع الصينيه. توحدوا الله وقولوا لا اله الا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنحط معلقه ملح، معلقه فلفل اسمر، بس دي التوابل بتاعتي. ملح وفلفل اسمر. الفراخ ما بتحتاجش اكتر من كده. تمام. قلبت كله مع بعضه كده، وهبدأ احط ايه، اجيب الفرخة بتاعتي، افرد بس ايه البصل، لان البصل ايه، الحلقات في بعضها عايزة ايه يكون كل المكان فيه بصل، عشان تشرب كده من التتبيلة ويبقى ايه، تمام التمام. وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هناخد بقى الفرخة بتاعتنا العظيمة دي اهي، مغسولة مية مية ومتصفية وزي الفل، ونحطها ايه على الخلطة اللي احنا عملناها دي، الخضار اللي احنا حطيناه. عندي بقى كوباية زبادي، عندك لبن رايب ماشي، وعندك معلقتين صلصة، وعندك ربع كوباية عسل، يعني 3 معالق كبار عسل اسمر. هنحط بقى ايه التوابل بتاعتنا. التوابل بتاعتنا بسيطة جدا، ما فيهاش اي حاجة زيادة. انتي بقى عايزة تزودي حاجة انتي بتحبيها في التوابل ماشي. ملح وفلفل وتوم باودر، بصل باودر، ومعلقة كبيرة من بهارات الفراخ. يعني مش حاجات كتير، يعني ما بتحبش الخلطة دي، ما بتحبش حاجات كتير. تمام كده. قلت سلم الدنيا بقى من حواليا كده. متنسوش بقى اللايك والاشتراك والكومنت الحلو، عشان بحبكم في الله. ولازم كده ايه، يعني كل القنوات تتابع بعضها عشان نزيد ونزيد، وربنا يجعلنا يا رب سبب لبعض في الرزق. لان دي الحمد لله نحمد ربنا على كل اللي يجيب ربنا يعني المعيشة والدنيا وغلاء الاسعار، فمخلي الناس كلها ربنا وحده عالم. فاحنا بنحاول بقدر الامكان نعمل حاجة وبسيطة وسهلة. فهنحط ليمونتين كمان اهمت. عصير الليمون بقى بيخلي المزازة بتاعته، بتخلي الوش يقرمش كده وبتبقى طعمها تحفة. استغفرك واتوب اليك يا رب. اه. خلينا خطوة خطوة كده وبالراحة وعلى مهلنا. ويعني وشوية زيت كمان، عشان نلمع لي بقى ايه وش الفرخة. احنا متفقين ان دي مش للفرخة بس، ممكن لو عندك جوانح ممكن هتعمليها كده، لو عندك وراك ممكن نعملها. تمام. والفرق وده ممكن نعمله كمان لو عندك بانيه ممكن تعمليه وتدينيه برضو، هتخش الفرن هيتشوي يبقى تحفة. خلاص. ناخد بقى الفرخة بتاعتنا ونسقيها من الصوص ده كلته، تدينيها دهنة كويسة جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اهو. انا غرقتها كده بالصوص كله في كل حتة. وطبعا الصوص لما بقيته هينزل على الخضار، فمن تحت هتشرب برضو ايه الصوص.
خلصنا كده الايه الفرخه بتاعتنا وبقت جاهزه. كنت انا مولعه الفرن تمام سخن، وحطيتها وغطيتها بورق فويل وحطيتها في الفرن، استوت منها لنفسها كده وسوت الخضار معاها. بصوا الجمال بقى والعظمه دي كلها، تحفه. ولا الطعم ومستويه بقى سوا. اول ما بدات تستوي تشرب الميه بتاعتها تنشف، بدات اشيل ورق الفويل من عليها واحمر الوش بتاعها. سهله وبسيطه، مع رز تتاكل، مع مكرونه تتاكل، بالعيش تتاكل. متنسونيش اللايك والاشتراك والكومنت الحلو. بحبكم في الله وبدعي لكل القنوات. يا رب اجعلنا رزق لبعض وكتر رزقنا وكتر مشاهدينا. يلا خشي شاهدي الفيديو هيعجبك، وطريقة سهلة، ومش هتشتري فراخ مشوية تاني من بره. يلا سلام، بحبكم في الله.